السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباح الأمل، صباح السعادة. وحشتوني جدا جدا، بقالي فترة ما نزلتش فيديوهات، بس إن شاء الله الفترة اللي جاية إن شاء الله نعمل مع بعض أفكار جديدة وجميلة تعجبكم بإذن الله. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض صندوق جميل جدا، ينفع إن احنا نقدمه هدية للعروسة، ينفع إن احنا نحطه على التسريحة بتاعتنا، وينفع إن احنا نعلقه في الحمام. يعني هو ليه أكتر من استخدام، بس طبعا أنا زودت فيه كده شوية حاجات في الآخر، لأن أنا إن شاء الله ناوية أقدمه هدية لعروسة. طبعا الصناديق دي بتتباع بره غالية، إنما إحنا هننفذه النهاردة بخامات موجودة عندنا في كل بيت. أكيد طبعا كلنا عندنا في البيت كراتين فاضية، إحنا هنختار كرتونة بحيث إن هي يكون الارتفاع بتاعها مناسب للعيدان الخشبية العريضة، اللي هي عاملة زي عيدان الآيس كريم، بحيث إن هي تكون جاية في مسافة معينة، لأن أنا هسيب مسافة من تحت وهسيب مسافة من فوق زي ما احنا هنشوف مع بعض دلوقتي في الشغل. وطبعا يفضل ان احنا يكون عندنا جزء من قماش الستان. طبعا كلنا عارفين ان قماش الستان شكله مبهج جدا والوانه جميله. انا هنا اخترت اللون البنك، هي الحقيقه كانت قطعه من القماش متبقيه عندي فانا استخدمتها. احنا طبعا هنا قصينا الجزء الفوقاني بتاع الكرتونه، وخدنا جزء اللي هو على قد الجزء اللي هو من تحت، وهنغلفه بالستان زي ما احنا شايفين، بحيث ان احنا نداري بالجزء ده الجزء اللي من تحت خالص بتاع الكرتونة زي ما احنا هنشوف مع بعض. وبعد كده هنحط الستان داخل العلبة. انا طبعا ما حبيتش ان انا الزق الستان داخل العلبة عشان يبقى شكله حر وشكله جميل وشكله لطيف، لان الستان لما بيتلزق بيبقى شكله مش حلو. فانا بس يعني هثبته من بره كده بالشمع تثبيت خفيف كده، وكده كده اللي هيثبته اكتر الاعواد الخشبيه العريضه اللي انا هحطها زي ما احنا هنشوف مع بعض. يلا مع بعض كده نشوف هنكمل الخطوات بتاعتنا ازاي. ما تنسونيش في اللايك والشير. اللايك بيرفع الفيديو وبيخليه يوصل لأكبر عدد ممكن. أتمنى إن لو فيديوهاتي بتعجبكم إن أنتوا تعملوا لايك عليها عشان توصل لأكبر عدد ممكن من الناس، وإن شاء الله أكبر بيكم وليكم.
ده شكل العلبة الكرتون بتاعتنا بعد ما ثبتنا عليها الأعواد الخشبية. طبعا شكلها بقى لطيف جدا جدا، وشكل الستان كده وهو حر كده جوه مش ملزوق، شكله برضو لطيف جدا. أنا هنا جبت شريط من الدانتيل الأبيض، وهبتدي إن أنا أثبته على جوانب الكرتونة، لأن زي ما أنا قلت لكم إن أنا إن شاء الله ناوية أقدمه هدية لعروسة. طبعا هحط فيه برفانات على شوية حاجات لطيفة كده، بحيث إن هي تكون هدية لطيفة وقيمة في نفس الوقت. وكفايه ان هي حاجه انا عاملاها بايديا، فطبعا ده برضو دي حاجه برضو بتسعد الناس اللي حوالينا، ان احنا نهديلهم حاجه او نهديهم بحاجه مصنوعه من ايدينا. زي ما احنا شايفين هنا انا دلوقتي بثبت الشريط بتاع الدانتيل على جوانب الكرتونه. طبعا لو احنا عايزين ننفذ الفكرة وما نقدمهاش كهدية، احنا ممكن نستغنى عن اي حاجة من الخطوات اللي جاية بعد كده. بس طبعا الخطوة اللي هي بتاعت لزق ورق الزبدة او الورق اللي هو عليه رسومات، اللي هو جزء يعتبر من فن الديكوباج، دي طبعا خطوة اساسية. لكن انا ممكن استغنى عن الدانتيل وعن الفيونكات اللي انا هعملها، لان طبعا الحاجات دي انا عاملاها لان الصندوق ده رايح للعروسة. فاحنا ممكن نستغنى عن بعض الخطوات اللي احنا هنعملها في الفيديو ده. طبعا انا اتكلمت قبل كده في فيديوهات كتيره جدا عن فن الديكوباج، واحنا قلنا ان فن الديكوباج ده فن بقدر ان انا اجمل بيه اي حاجه موجوده قديمه عندي. الورق اللي انا بستخدمه في الديكوباج بيكون مطبوع على ورق زبده زي ما احنا شايفين، بيتلزق بحاجه اسمها ورنيش مائي. فانا هنا جبت الورنيش المائي وببتدي ان انا اوزعه على الرسمه بتاعتي او الورقه بتاعتي. طبعا الحاجات دي يا جماعه بتتباع في اي مكتبه بتبيع مستلزمات فن الديكوباج. وببتدي ان انا الزق الرسمه بتاعتي واثبتها على الصندوق بتاعي بالورنيش المائي. طبعا الورنيش المائي زي ما احنا شايفين لونه ابيض، لكن مجرد ما بينشف بيكون لونه شفاف. بلزق الرسمه طبعا اللي انا مختارها، ودي طبعا حاجه حريه، ممكن نختار اي رسمه احنا عايزينها. وطبعا يا ريت تكون الرسمه بتاعتنا متجانسه مع الالوان بتاعه العلبه. يعني انا هنا عشان الستان لونه بينك، فانا اخترت رسمه فيها الالوان بتاعه البينك. هبتدي ان انا اثبتها كده على جوانب الصندوق. وطبعا مش هنسى الجنبين التانيين اللي هم الجنبين الصغيرين، هثبت برضو عليهم وردات كده لطيفة صغيرة. وطبعا عشان الصندوق ده زي ما قلنا رايح هدية العروسة، فكان لازم برضو ان انا اضيف كده لمسات بسيطة. فجبت كده شريط التزيين اللي هو لونه بينك غامق شوية، وابتديت ان انا اعمل شكل فيونكات، وهثبت فيونكة من الناحية دي وفيونكة من الناحية التانية. زي ما احنا شايفين الصندوق بقى شكله جميل جدا جدا، ومحدش هيعرف ابدا ان ده مصنوع من علبة من الكرتون القديمة اللي موجودة عندنا. زي ما احنا شايفين اهم حاجة الفينيشنج بتاع الشغل يبقى كويس جدا، بحيث ان احنا نداري اي اثر للكرتونة. وطبعا الدانتيل الابيض كمان مدي شكل جميل جدا. يلا بقى نفذوه كده بسرعة وادوه بقى هدية لحبايبكم. ممكن تعملوه تنفذوا الفكرة وتحطوها عندكم على التسريحة، نحط فيها ادوات التجميل او الاكسسوارات، بيبقى شكلها جميل جدا جدا. وممكن كمان نعلقه في الحمام، وممكن نعلقه في اي ركن موجود عندنا، مش شرط يعني في الاماكن دي، هيدينا برضو شكل جميل جدا جدا. وممكن كمان نعمله ونحط فيه زرع صناعي، هيبقى برضو شكله لطيف جدا جدا. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم من فضلكم ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في قناتي وتفعيل علامة الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. كل سنة وانتم طيبين.